في مقدمة كتابها الشعري الرابع إن أمطرت إهداء مقدم لنساء الأرض، قالت فيه: اجمعي قوتك واصفعي بها جدران الخرافات حولك، مزقي شباك الصمت إن خنقت صوتك. هي الحياة بفنها وجنونها، وما أدراكن ما الحياة، فرفقا بقلوبكن. وقالت في مكان آخر: نأتي إلى الدنيا حافظين لأدوار ورثناها، القلة من يخرجون عن النص. معكم الشاعرة سوزان عون، فلتتفضل مشكورة. أسعد الله مساءكم أيها المحتفون الكرام. أقف الليلة هنا بكل محبة وفخر وتواضع لأتحدث عن أحاسيس أديبة أنيقة الحرف والكلمات، عن كتابها الجميل شيء يشبهني، أعني الأديبة كاميليا نعيم. لا أدري إن كان للكاتب رسالة أبلغ من كونه يحافظ على لغة أمته وثقافتها عبر نصوصه أو قصائده المتنوعة خلال حياته. دور الشاعر، دور الأديب، كدور أي مواطن شريف يعيش في بلده أو بالاغتراب، وهو دور كبير حساس. كلمتي عبارة عن جولة مكوكية مختصرة بين نصوص عدة، وليس كل الكتاب. صراحة الكتاب يحتاج إلى وقت أكثر، لا تكفيه هذه العجالة من القراءة وهذه الدقائق القليلة، ولكن عسى ولعل أستطيع أن أحمل معي أسماع الحاضرين إلى جمال ورقي ما قرأت. قالت كاميليا: هاتي يدك، تعال معي، صوت صمتك يصم آذاني، نجلس معا تحت ظل شجرة تين أو زيتون من غرس أبي. الله يا كاميليا، كيف نسجت فراشة حقولك وبنات أفكارك هذا النص وهذه السطور. صدقاً وهي تعرف كنت قد أعددت تقديماً مغايراً لهذا، ولكن بدأت به قبل أن أستلم كتابها، ولكن عندما استلمت كتاب كاميليا شيء يشبهني، ومذ وقع نظري على نصوص الكتاب حتى غيرت كل شيء وأعدت صياغة كلمتي، لأنني عرفت بأنني وقعت على كنز من الجمال والدهشة. وصلت لنص لها عنوانه مذاق، فابتسمت دهشة كما فنجان قهوتها المر، كما فنجان قهوتها المزركش الذي تثاءب ضيقا ومرارا. هذا الضجر الذي ذكرتيه هو الهم الثقيل الذي يحمله كل شاعر، كل أديب أو فنان، هو الوجع الصاخب في دواخلنا أو الرؤية الخاصة التي نراها نحن معشر الكتاب والشعراء. فليست القهوة بقهوة، وليس الفنجان بفنجان عندنا، بل هناك أشياء نراها فيها الكثير من القلق الذي نحمله يا صديقتي. وأستعين هنا بهمسة لك وأهمس بها الليلة أمام الملأ فأقول: لا تأبهي،
هذا الضعف يختزن قوة، ابقي معي كي نخضر معا ومعا نمضي. كاميليا عندها هاجس كبير، وهو الوطن والأرض والحرية. وكم يؤذينا ويقلقنا هذا الهاجس وهذا الحمل الثقيل على كاهل الروح والقلب معا، والذي كتبت عنه كاميليا في أواه يا بيروت. فكتبت عن غربتنا، كتبت عن أوجاعنا، كتبت عن سلالم الغياب. قالت كاميليا في هذا النص الرائع حقا: أقف على رصيف الغربة، أصعد سلالم الغياب، وأنت يا بيروت، وأنت تبحثين يا بيروت بين كومة الدجل عن إبرة أمل تعيدين بها حياكة رقعة من كبرياء. أنت التي كنت تغدقين على الوجود سحر جمال ودلال يحار الكون في سره. في هذا النص البديع دعوة مفتوحة لقراءة الوجع المخزن في قلب كل مغترب. نتساءل معها: من ترك قلب لبنان مفتوحا يعبث به من يشاء؟ فتشوا عمن ضخ في أوردة بيروت سما قاتلا، بيروت المتألمة المتوجعة اليائسة. بدأت كاميليا في كتابها عن عطر الأرض وصوت الأم، الأب، الأهل الذين استوطنوا وجدانها. من نصها حكاية صوت قالت عن الخيال: يتكئ خيال الصوت على جدار العدم، أتعلق بظلال حباله حين تنزلق تربة أحلامي. يتحول إلى قارب نجاة، تمسح بأنامل الطهر دمعتين، تتحول إلى ثغر يطبع القبل. كأن لسان حالها يقول: حب المغامرة والتحدي والهوس في الخروج من العتمة والنهوض كطائر الفينيق من الرماد جعلني أنهض وأنفض الرماد عن وجهي ويدي وثوبي وأخطو على درب الأمل الذي صنعته بنفسي وبصبر. وأما نصها ربيعان فقالت: اليوم سأضع يدي على أفواه الكلام، أكتم أنفاس العبارات والجمل، وليلقي الصمت رداء بلاغته عليها. وحده يعي الكتابة بحبر القلوب، لأن كاميليا مثلها مثل أية امرأة عربية عانت من محيطها وإرهاصات العادات والتقاليد، رفضت كثيرا مما وجدت نفسها تعيش فيه، ولا يمثلها كامرأة وريثة حواء الصابرة والمكافحة، والتي ترفض عادات بالية ما زالت تحاصر صوت المرأة العربية وصورتها. أستشهد هنا بما كتبته كاميليا، فقالت: والله هذا النص بديع جدا من أكثر ما أحببت. ابتعد عني، أنا أكتفي بحافة السرير. لماذا لا تعبث بكل تلك المساحة في الجهة الأخرى؟ تستطيع أن تصول وتعربد في الفراغات الكثيرة. أعلن لك عجزي عن القصاص والتعقب والسوق للمحاكمة. أتدور جوعاً لنصرة أفواه الطفولة. في هذا المقطع البديع ترفع كاميليا صوت إنسانيتها عالياً، فشكلت نصاً رفيعاً عميق المعاني والمفردات، تركت لنا
خريطة واضحة المعالم عن الجياع والمقهورين. صوتك وصلنا يا كاميليا، فليست حنجرتك مكتومة، بل شعلة نور ونبراسا تقتدي به الأجيال القادمة، وترسيخا لقيامة مجتمع أرقى وأفضل. الطموح عند الإنسان لا يقف إلا بموته، لذا مهما بلغنا من إنجازات في الحياة علينا ألا نعدها إلا خطوات أولى، فلا نقف عندها كثيرا، بل نستمر ونتابع. فمسيرة النجاح طويلة شاقة، وتحتاج لعزم وتصميم وصبر. ومهما تعلمنا ودرسنا وارتقينا في الحياة على درج العلم، نكتشف يومياً كم نحن مقصرون وقاصرون. العلم بحر لا نستطيع أن نبلغ مداه، كلما خضنا فيه ازدادت الصعوبات الملقاة على عاتقنا وحملنا مسؤوليات أكبر. رسالتي الأخيرة قبل أن أختم كلمتي، من كم يوم كان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. أحب أن أقول هذه الرسالة لكل امرأة على وجه الأرض. أقول: لا تخضعي إلا للذي خلقك، لا تكسري صوتك، لا تكسري كرامتك كرما لأحد، ولا تصمتي عن قول الحق. ارفعي صوتك وقولي للجميع بأنك الأكثر طموحاً وعطاءً وصبراً. ارفضي أشكال الاستغلال الجسدي والنفسي، تعلمي، اقرأي، واخرجي للحياة بكل توجهاتها. عبري عن همومك وحققي طموحاتك. نجاحاتك تأتي من مجهوداتك وليست منة من أحد. عفوا. فأنت شريكة الرجل في بناء الأوطان ونصف المجتمع، ولست تابعا أو ظلا. عليك واجبات ولك من الحقوق كثير، فقري عينا. وأستعير جملة قبل أن أختم من كتاب كاميليا قالت: لن أبوح أنها سر من أسرار الكون، كما الآلهة والقصيدة الأبهى عبر العصور. سأكتفي بالقول: كل عام ونساء الأرض بخير. وأزيد يا كاميليا فأقول: وأنت بخير. ومن نجاح لآخر، مبارك لك هذا الإصدار الجديد الجميل. وفي الختام أتمنى لك دوام النجاح، ولكل سيدة مثابرة تصنع نجاحها بتعبها وتميزها. ومبارك للسيدات اللواتي يعملن بجد ومهارة لتحقيق أهدافهن وبناء مجتمع متين يصمد أمام الأزمات والمحن. وتحية خاصة لرابطة خير جليس على جهودهن. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.